السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كريم مزوي في فيديو قصير غادي نشوفوا فيه أهم الإنجازات اللي حقق المنتخب المغربي في كؤوس العالم. يعتبر المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى الدور الثاني في مونديال المكسيك في 86. أيضا يعتبر اللاعب المغربي مصطفى حاجي أكثر لاعب شارك في كأس العالم ب6 مباريات، ويتصدر في قائمة هدافي المنتخب المغربي في كأس العالم لاعبين بهدفين. اللاعب الأول هو صلاح الدين باصير، أما اللاعب الثاني فهو عبد الرزاق خيري. ويعتبر المنتخب المغربي هو ثاني منتخب عربي يشارك في كأس العالم بعد منتخب مصر الفراعنة. ويعتبر أيضا المنتخب المغربي هو المنتخب الوحيد اللي شارك في كأس العالم في 2018 من دون أن تتلقى شباكه أي هدف في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. ويعتبر المنتخب المغربي هو أكثر فريق سجل أهداف في كؤوس العالم ب 14 هدف. الأخير كنتمنى إن شاء الله من أسود الأطلس إن شاء الله الحظ الأوفر في كأس العالم، إن شاء الله يحمروا لنا الوجه ديالنا ويجيو بشي نتيجة إن شاء الله اللي تفرح المغاربة كاملين. أيضا ما نساوش بأننا كنشجعوا كل الفرق العربية سواء السعودية ولا قطر ولا نسور قرطاج تونس، كنتمنى لهم أيضا الحظ الوفير إن شاء الله في هذا كأس العالم.